حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حابه قبل ما ابتدي الفيديو معاكم، حابه ان انا ارحب بكل المشتركين معايا. على راسي يا جماعه، نورتوني وشرفتوني، اهلا بيكم. بس ما تنسوش بقى التفاعل بتاعكم عشان ده هيفرق معايا. وعايزه ابتدي بقى الفيديو على طول. بس قبل ما نبتدي هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل بقى النهارده كفته داوود باشا، وجنبها ايه؟ رز بشعريه. انت عايزه تعملي رز حبايه وحبايه، ممكن تتعمل جنبها مكرونه سباكيتي، ممكن اي نوع مكرونه انت عايزه تعمليها بالصلصه، يعني ممكن هتمشي معاها برضه. هنا بقى انا كان معايا نص كيلو لحمه مفرومه، وبراحتك برضو يعني على قد الكميه بتاعتك. تمام. هنجيب بقى اللحمه المفرومه، هنبشر عليها بصلايه، هنشيلها، هنعصرها من الميه بتاعتها. هتركني الميه بتاعتها على جنب عشان احنا هنحتاجها. هتنزلي بقى على اللحمه المفرومه بالبصلايه المبشوره، عليها التوابل بتاعتها. بس اللي ايه، المكون الاساسي بقى للكفته دي القرفه. تمام. معلقه، نص معلقه قرفه كده، ومعاها بقى نص معلقه بابريكا، فلفل اسود، الملح، توابل مشكله، وايه، ونخلط بقى كل ده مع بعضه. تمام. وبعد بقى ما نفرمها بقى، او بعد ما ندعكها في بعض جامد، ندخل بقى كل المكونات دي كلها في بعض بقى. هنكورها بقى كور صغنونه كده، ونحط عليها شويه دقيق، نرش عليها شويه دقيق. تمام. تتغلف يعني. ليه بقى؟ عشان تقفلي المسام بتاعتها، او عشان ما تتفتحش معاكي وانت ايه بتحمريها في الزيت. عندي بقى معلقتين زيت كبار، هحطهم بقى في صينيه او في طاسه، هحمر بيها ايه، هحمر الكفته. تمام. يعني ايه، تاخد لون كده. هشيلها، والمكان التحمير بتاع الكفته انا مش هرميه. هنزل عليه بمعلقه زبده او بمعلقه سمنه، واحط عليها بصلايه مفرومه. تمام. بالميه بتاعتها عادي خالص. وهنزل بقى بعد ما تصفر البصلايه معايا، هنزل عليها بمعلقه توم مفروم. اصفر التوميه، انزل عليها بقى معلقه صلصه او معلقتين صلصه. تمام. وبعدين اشوح بقى كويس جدا، شويه فلفل اسود طبعا، رشه السكر اوعي تنسيها. بعد بقى ما نسبك كل ده مع بعضه، هننزل بايه، بشويه عصير البصل اللي احنا كنا شايلينه. تمام. انا هنا بقى نزلت بالفلفل الاسود وبالتوابل اللي انا كنت حطاها في الاول، بس هقلل الكميه من كل حاجه شويه كده صغيرين. القرفه يا جماعه عنصر اساسي، او ايه، ده المكون الاساسي. تمام. هنا بقى كانت الصلصه كانت اتسبكت معايا كويس جدا. هنزل بقى انا نزلت بقى بالكفته، المقطع ده اتمسح مني يا جماعه. نزلت بقى بالكفته لحد ما طبعا استوت معايا هي كده، يعني كده يعني هي مستويه. تمام. انا نزلت بقى بالكفته، يعني ايه، وطفيت عليها على طول يعني لانها مستويه. شلتها بقى طبعا وغرفتها اهو قدامكم. وبالهنا والشفا. جنبها بقى رز بشعريه، جنبها رز حبايه وحبايه، مكرونه سباكيتي، مكرونه مرمريه. بصي، لو بالعيش هتمشي معاك. انا احيانا كمان بعمل يعني بطاطسايه كده مكعبات، احيانا بحطها في الكفته برضه، وبتبقى حلوه. وبالهنا والشفا اللي كل. واشوفكم على خير في فيديو جديد. ولو وصلت لحد هنا معايا، انزلي حطي الاشتراك بتاعك وحطي لي لايك، وما تنسيش يا جميله. يلا باي باي.